السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ احلى اخوات، احلى متابعين. طبعا انا بقالي فترة طويلة ما نزلتش فيديوهات، فحبيت اشارككم الفيديو الجميل بتاعي مع الطبيعة الجميلة التحفة، المنظر الجميل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا انا سهام ودي قناتي. لو اول مرة تنوروني وتشرفوني يا ريت تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب عشان قناتي تكبر بيكم ويوصل لكم مني كل جديد. شايفين الجمال؟ شايفين المساحة التحفة؟ انا طبعا انتوا متعودين مني ان انا دايما بسافر، وكل ما اسافر بحب اصور لكم الطبيعة والجمال والمنظر التحفة اللي يسر العين وبيريح بيخليكي كده مرتاحة نفسيا. طبعا انا سافرت هنا عشان طبعا عندنا فرح وعقبال كل الحبايب، فشفت الفاصوليا الجميلة دي فحبيت اصورها لكم واشارككم معايا واعمل لكم جولة جميلة كده في وسط الزرع مع اهلي وحبايبي. وبصوا مش عايزة اقول لكم، يعني انا بحب اسافر هناك عشان اتجمع معاهم. طبعا دول بنات خالي. قلنا نعمل جولة كده في الفاصوليا وقطعنا منها كده شوية. الفاصوليا دي ساعات بتبقى خضرة كده، طبعا بتتاكل خضرة، يا اما يسيبوها تنشف وتبقى ناشفة. فصورتهم برضو معايا كده وحبيت اشارككم الاجواء الجميلة دي. وطبعا عندنا فرح وعقبال كل الحبايب. هشارككم برضو الغدا بتاع العريس، جميل جدا، عامل غدا واكل جميل جدا للفرح. فبصراحة الاجواء طبعا هناك جميلة تحفة. مش عايزة اقول لكم، انا بروح هناك بصوا ببقى مرتاحة نفسيا جدا جدا جدا. شايفين المنظر؟ شايفين الجمال والحلاوة؟ اللايك بقى لو لسه بتتفرجوا عليا وما حطيتوش اللايك كده عشان الفيديو ده يوصل لاكبر عدد وقناتي تكبر بيكو كده. احلى اخوات كده واحلى متابعين. المنظر تحفة بصراحة، انا كنت واقفة مش عايزة اقول لكم على الجمال بقى، جميل جدا. والهوا نقي بقى والشمس طالعة والجو تحفة. ندخل بقى على اجواء الغدا بقى والجمال والحلاوة بقى. هنا طبعا الكفتة بتتشوي كده على النار. طبعا هما بيجيبوا طباخ هو اللي بيتولى الموضوع ده كله، الطبخ بقى والكفتة والخضار والحلويات وكل حاجة. كفتة بقى تتشوى كده على السيخ وتاكلي منها على طول طازة كده فريش، مش عايزة اقول لكم بقى جمال وحلاوة بعد كده مفيش. عقبال كل الحبايب يا رب. يا رب يسعد الجميع كده يا رب، ويفرح كل ام واب باولادهم كده، وكل واحد يا رب يحقق كل اللي يتمناه. بصراحة كل بلد بيبقى ليها طرق وعادات كده بتعملها جميلة. هنا الكفتة بعد ما اتشوت طبعا اللون بتاعها اصلا الاضاءة ظلمها كمان، او التصوير ظلمها جدا. كل بلد لها عادات بقى وتقاليد في الافراح بتاعتها. هما هنا بيعملوا سفرة كبيرة، السفرة دي طبعا بيبقى للسيدات لوحدها والرجال لوحدها، ويعملوا بقى الاكلات وكل واحد بقى بيعمل الاكل اللي على كيفه بقى يعني. ففي الوقت ده بيكون في طباخ هو بيعمل الاكل فبيريح كل الستات طبعا. هنا طبعا صورنا بسرعة، كان في لسه باقي حاجات ما اتحطتش، كانوا لسه بيحطوا باقي الاكل يعني، فانا صورت كده بسرعة. كباب حلة لسه كان بيتحط والكفتة والطواجن، فانا ما صورتش يعني فصورت بسرعة. والحلويات بقى والحاجات الجميلة. عقبال كل الحبايب يا رب. ده فرح ابن خالتي، ابنه بقى. ابن خالتي ده من الناس اللي عزيزة على قلبي جدا يعني، بصوا من ريحة الله يرحمها ربنا يبارك له يا رب. وده جوز بنت خالي يعني، كلهم عيلة في بعضهم يعني، حبايب قلبي دول. وكلهم بقى بيبقوا يد واحدة كده. مش عايزة اقول لكم بقى على الافراح بتبقى جميلة جدا ومجمعة كل الحبايب. الشيف طبعا وكله بقى بصوا مش عايزه اقول لكم بقى عمال واقف بقى اللي يجهزوا السفره، وبعد كده اللي محتاج حاجه يجيب له. وتحسي بالفرحه بجد يعني. دايما الافراح في البلد بتبقى لها طعم تاني وريحه تانية وكل حاجه يعني بصراحه. اهم حاجه ادعموني بلايك وشير وسبسكرايب عشان قناتي تكبر بيكم ويوصل لكم مني كل جديد. وعقبال الجميع كده يا رب، عقبال كل الحبايب كده يا رب، يفرح الجميع ويسعد العريسين ان شاء الله ويكرمهم بالذرية الصالحة كده يا رب.
اهم حاجة اللايك والشير عشان يوصل لكم مني كل جديد. انتظروني في الفيديوهات القادمة ان شاء الله، جولات واكلات وكل حاجة ان شاء الله هعملها واصورها معاكم ان شاء الله على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في رعاية الله وحفظه، مع ألف سلامة.